السلام عليكم. بعد النجاح الساحق الغريب لفيديو ازاي تطرد حد بيسرق النت بتاعك، ازاي بقى تقللوا سرعه النت على اخواتك الغلابه المساكين اللي بيقضوها تيك توك بالليل، والمندوس اللي بيترمي في الحفره بيطلع سمك، والناس اللي بتنضف سجاجيد، ازاي تقلل سرعه النت على الناس في الشغل اللي بيقضوها داونلود. الفيديو ده يا هيوفر فلوسكم ويخلي شركه النت تبطل تسرقكم وتاكل في الباقه، يا هيخلي الاخ يرازي في اخواته والمدير يرازي في موظفينه او الموظف يرازي في مديره، على حسب مين فيهم يشوف الفيديو الاول. المره دي جايب لك ابلكيشن نظيف ما بعملوش اعلان، بس لو صاحب الابلكيشن حابب يتواصل معايا فاهلا بالرزق. اللينك في الكومنتات او في البايو، علشان ولا تنزلوا نسخه مضروبه او مزوره او متلغمه، مش ناقصين حد يهكركم كمان. المفاجاه ان صاحب الابلكيشن ده مصري، فتلاقي الابلكيشن بدل ما يقول لك موافق بيقول لك قشطه، فقشطه انا حبيت. المهم بيعمل لك ايه؟ كل واي حاجه تتخيلها، من اول تغيير اسم الشبكه والباسورد بتاع الواي فاي، تقليل سرعه النت لاي حد داخل على الواي فاي، وتحديد العدد اللي يخش اصلا على الواي فاي. يعني مثلا اخويا واختي مش هيخشوا الا لما يعملوا لي شاي، مزاج كيف تحكم مرعب، عقد وهطلعها. قول الميزات دي لحد ميزه انك تمنع المواقع الاباحيه كمان، المواقع اللي مش تمام تقدر توقفها كلها بضغطتين ثلاثه. طبعا الابلكيشن فيه ميزه انك تشوف مين داخل معاك على شبكه الواي فاي، وتقدر تحظر اي حد مش عاجبك بمزاجك. ليه؟ لان الابلكيشن ده اول ما بتشغله بتخليه يدخل على صفحه الراوتر الخاصه بيك، فهو بيعمل كل شغله بما فيهم الحظر اللي هو بتاع الماك ادرس من الراوتر نفسه، ودي حاجه موجوده في الراوتر. لكن الابلكيشن ده ميزته ان هو بيوفر عليك اي شغل يدوي، انت كانك شارب عصير قصب، ولا زرعت ولا قلعت ولا قشرت ولا اي حاجه. معاك ابلكيشن بيتحكم في صفحه الراوتر نفسها، هو فاهم الدنيا جوه، فانت بتديله بس الامر وبيختصر لك بقى شروحات يوتيوب وليله زرقاء، انت بتدوس على الزرار وخلاص. انا فعلا ما اعرفش الشخص اللي عمل الابلكيشن ده، والله ما اعرفه، لكن فعلا بحييه على الابلكيشن الجامد ده. فانا مره ثانيه مبسوط ان في حد مصري عمل حاجه بالجمال وبالسهوله دي، واتمنى ربنا يكرمه ويكرم كل اللي زيه، الناس اللي بتشغل دماغها في الصح وبتدخل فلوس من الحلال من غير ما ياخدوا طرق مختصره مش تمام. بس كده، وربنا يسترها علينا كلنا، وما ترزوش في حد يا جماعه، استخدموا الحاجات دي كويس، كلكم تقفوا قدام ربنا فبراحتكم، ربنا يسترها عن الجميع. السلام عليكم.